عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، ووحشني عمايل التورت معاكم بجد والله. انا بقالي فترة كبيرة ما عملتش تورت بصراحة. دي اول تورتاية اعملها بعد الفترة اللي انا انقطعت فيها عن عمل او عمايل يعني التورت. حقيقي بجد وحشتوني يعني. موضوع صعب فعلا الواحد ينقطع كده مرة واحدة. طبعا التورتاية القمر اللي معانا دي هنعملها مع بعض بالتفصيل. ان شاء الله الطريقة تعجبكم، هقولكوا على كل حاجة في الفيديو. ده يعتبر كورس مجانا لتعليم التورت طبعا والحلويات. قناتي اتمنى ان شاء الله تعملوا جولة فيها وتشتركوا لو انتوا مش مشتركين، وما تنسوش طبعا لايك للفيديو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. التورتيه اللي معايا دي مقاس 18. خبزت 400 جرام، 400 دي سبونج، عليهم 4 بيضات كبار، نص كوباية مية فانيليا، معلقة خل، معلقة صغيرة محسن جل. وانا بستخدم دريم، دي سبونج دريم. حطيت معلقتين كبار كاكاو، يعني فانيليا، بستخدم دريم فانيليا. ولا اول مره ان انا احط معاكم. انا دايما عاده بحشي التورت كده على طول، ما بحطهاش في قلب الحله بتاعتها اللي انا سويت فيها او الصينيه اللي انا سويت فيها. بس هقول لكم ليه برضو. هنا دي اول مره اعمل الخطوه دي وهعملها معاكم. هنا فرشت الكيس تلاجة في قلب كيس تلاجة كده، فتحته وفرشته في قلب الصينية، وحطيت جنيش اللي معايا هناك ده جنيش، وحطيت الكريمة هنا دي 125 جرام كريم شانتيه ريتش، عليهم معلقتين لبن بودر، معلقتين كريم باستري، معلقتين موز فانيليا. وحطيت عليهم معلقتين كبار مليانين خالص نوتيلا، ومعلقتين كبار كاكاو. ضربت كل ده مع بعض تمام. النوتيلا بتخلي، والمية كوباية ونص، فالنوتيلا بتدي القوام يكون سايب شوية. انا رجعت حطيت تاني معلقتين كريم شانتيه بس ما وزنتهمش بصراحة. فانا عملت في الصينية هنا معاكو علشان خاطر تكون متماسكة معايا، وخصوصا انها شوكولاتة غير الفانيليا، يعني غير حشو الفانيليا بتكون متماسكة، يعني الكريمة نفسها بتكون متماسكة. دي مجرد ما هتدخل التلاجة على فكرة هتتماسك، لان فيها النوتيلا، الكريمة نفسها فيها نوتيلا، وفيها فيها يعني حاجات هتخليها تتماسك غير الجنيش كمان والكلام ده كله. هنا حشيت زي ما انتم شايفين كده. انا اول طبق بس سبتلكوا السرعة بتاعتها هادية كده، وبعد كده سرعت. الحشو طبعا كريسبي ونوتيلا وجنيش شوكولاتة. ده جنيش شوكولاتة، شوكولاتة بالحليب. بحط الطبقات كده وبسقي. هنا اللي انا بسقي بيه ده مية وسكر، وعليها معلقتين جنيش، مية بسكر ومعلقتين جنيش بس كده. وبسقي حاجة خفيفة قوي على فكرة، لان الكيك ما شاء الله كان هش وطري جدا زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو كده. قطعته على المنشار على رقم 8، طلع معايا 5 طبقات حلوين جدا. ولو تاخدوا بالكم هنا بحط الجنيش كمان على الكيك، يعني بحطه على الكيك في كل الطبقات، وبعد كده بحط الكريمة، وببدأ احط الحشوة بتاعتي سواء نوتيلا او سواء جنيش. هي كانت مطلوبة كده، هي عايزينها يعني شوكولاتة، كلها شوكولاتة في شوكولاتة، يعني مش عايزين فيها اي صوصات تانية. قالوا لا، نوتيلا وصوص شوكولاتة او جنيش شوكولاتة. خلاص كده كده خلصت الطبقات. هحط الطبقة الأخيرة بقى اللي هي الطبقة الخامسة، اللي هي آخر طبقة. بس طبعا أنا بحط قطعة كريمة كده علشان الطبقات تمسك مع بعض، في كل الطبقات بعمل كده عشان الكيك يمسك في بعضه. خلاص كده هبدأ أجيب كيس تلاجة تاني وهفتحه. فتحته اهو معايا كده بالمقص، وهبدأ أغلفها. طبعا مش عارفة امسكها بايه او اقفلها ازاي، فجبت كيسة عادية، اي كيس بقى عندك. انا جبت الكيس ده بصراحة كان موجود كده، فرحت جاية ملبساه ليها. هي كده كده عليها كيس تلاجة ابيض، وحطيتها في الفريزر. حطيتها في الفريزر مدة قد ايه، حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، يعني تقريبا سبتها من 3 ل4 ساعات في الفريزر. بعد كده طلعتها. معايا البورد هنا مقاس 30 في 30.
طلعتها شايفين قد ايه هي بقى متماسكه كده بقى، لا تميل منك ولا تقولي بقى الصوصات فيها والنوتيلا مش عارفه ايه والكريمه سايبه ولا الكلام ده، لا ابدا. هنا البورد بدهنه بس بكريمه علشان احط عليه الكيك علشان يبقى متماسك فيها يعني او تمسك فيها. اهي هحطها عليها كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا يعني ال 125 جرام او التمنه الاولانيه ال 125 جرام اللي انا ضربتهم الاولانيين خالص، دول اللي باقيين منهم، الحبه اللي انا حطيتهم دول، بصوا دول اللي باقيين، دول بقى اللي انا هقفل بيها التورتايه. بنقفلها بقى كده قبل ما نعمل الطبقه الاخيره، هبدأ اقفلهم بيها. التورتايه دي اخدت مني قد ايه بالظبط؟ ربع كيلو كريم شانتيه، اللي هي تمنتين، ربع كيلو كريم شانتيه. انا بضرب كل تمنه لوحدها، يعني انا دايما متعوده على كده. التمنه اللي هي 125 جرام، وانا بستخدم ريتش. هنا دي التمنه التانية انا ضربتها زي ما انتم شايفين كده. ضربتها اول ما حطيت الكيك في الفريزر وحطيت الكريمه، بعد ما ضربتها حطيتها في التلاجة ترتاح، لان ريتش بقى لها فتره كده بتعمل فراغات، فالافضل ليها ان انت تريحيها، يعني تضربيها وتريحيها في التلاجة شويه. وعايزه اقول لكم ان كريمه التقفيل دي ما حطيتش عليها باستري ولا موز فانيليا، حطيت عليها معلقه بس لبن بودر، معلقه واحده بس، لاني اضافات الحاجات الكتير دي هي اللي بتخليها تخرز معاكي. بصوا هنا لو تاخدوا بالكم، لما بلاقي فراغات هوا انا بروح جايه، يعني بلاقي حته كده عامله زي فراغ هوا، انا بروح جايه فاتحاها بالسباتولا اللي معايا، احط فيها كريمه وابدا اشد تاني. على فكره هنا انا مسرعه بس الفيديو، لكن هي دي الفتره بتاعه التجليس كلها، يعني دي فتره التجليس كلها بتاعه الكريمه. هي ما شاء الله كانت حلوه معايا وسلسه كده وجميله وكانت سريعه، ما خدتش معايا وقت خالص، مع ان الجو كان حر والله جدا. بس ما خدتش معايا اي وقت، وكان معايا ميه سخنه جنبي. كنت بحط فيها السكلابر اللي معايا ده في الميه السخنه، ميه سخنه على النار بتغلي، يعني على النار جنبي، على البوتاجاز جنبي، ما طفيتش عليها، بتغلي، واحط فيها السكلابر واطلعه. اروح جايه للفها لفتين بتنعم معاكي وبتبقى زي الفل. ومن فوق كده ظبطتها كده على قد ما اقدر، يعني بالسباتولا اللي معايا دي. وهدخلها التلاجة ترتاح شوية قبل ما نحط لها شغل عجينة السكر. انا هنا دخلتها ترتاح شوية، وقفت اعمل شغل عجينة السكر، ما كنتش عملته. وهنا نظفت البورد. ما تنسوش تصلوا على رسول عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش لايك الفيديو وتسووا لي كومنت حلو منكم. هنا بقى هنطلعها عشان نحط عليها الشعار بتاعنا اللي هو بتاع نادي الزمالك. ده الشعار اهو بتاع نادي الزمالك، انا بوريهولكوا. ده مقاس كبير شوية حطيته هنا على التورتايه من هنا، والمقاس الصغير هو اللي هنحطه فوق، علشان هنحط معانا بعجينة السكر كده. عملت زي شرايط حمرا كده، هبدأ احطها عليها. بصوا هبدأ احطها ايدي هنا. لو تاخدوا بالكم لمست الكريمة، هظبطها معاكم برضو، هتشوفوني هظبطها ازاي. انا مسحتش دي في المونتاج عشان اوريكي لو حصل حاجة زي كده ما تتوتريش ولا تتضايقي. بصوا جبت السباتولا بالراحة خالص كده بخفة، يعني ايدك تبقى خفيفة على الكريمة. بصوا ايدي تبقى خفيفة قوي اهي، ولا اي حاجة خالص، ولا كأني حصل حاجة، وعالجناها على طول، ما حصلش اي حاجة خالص. هبدأ اجيب بقية الشرايط انا مجهزاها جنبي. وطبعا دهنها شوكولاته، يعني انا حاطه عليها CMC وبس دهنتها برضو شوكولاته. هحط الناحيه التانية برضو زيها كده. بصوا خليت بنتي هنا مسكت لي القاعده، لاني القاعده بتلف مني فمش عارفه احط الشرايط، خليتها مسكتها بس عقبال ما احطها عليها علشان هتلف مني مش هعرف احطها. ده كده كان قصير شويه، وبعد كده زودته لاني انا عاملاها من جنبي قصتها. بصوا ما بتبانش، كل ده ما بيبانش. وهبدأ احط عليها برضو داير ما يدور من تحت. وهنا دي بصوا المكان اللي انا هظبطه ده برضو مكان السكلابر، لما كنت بلف الكريمة. لو تاخدوا بالكم الخط اللي هو دايما بيبقى موجود برضو، ده ظبطته بالسباتولا اللي معايا. انا لاحظته وانا شغالة كده، فرحت جاية مظبطاه. هنا بحط بقى بحط دي كده عجينة سكر ابيض واحمر، لفتهم داير ما يدور على بعض كده زي برمتهم، وحطيتهم عليها من تحت. وحطيت الاسم هنا
كده خلاص التورتيه بتاعتنا ما شاء الله خلصت حلوة جدا، وشايفين حجمها ما شاء الله كبير، يعني دي 18 اصلا. شايفين الحجم بتاعها قد ايه كبيرة ومرتفعة. حطيت شوية كريسبي بس صغيرين كده فوق زي الشكل اللي كان مطلوب بالظبط، يعني ده الشكل اللي كان مطلوب مني بالظبط. وحطيت شوية برضو كريسبي صغير خالص كده، يعني حاجة بسيطة عليها، حاجة بسيطة جدا، يعني تكاد يكونوا معدودين اللي انا حطاهم عليها من داير ما يدور بس. وده كده الشكل النهائي ليها، جميلة جدا وما شاء الله قرفتها كانت حلوة قوي وما خدتش اي وقت. عملتها على طول والله، يعني ما شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو ده عجبكم. وحشتوني جدا بجد حقيقي، وحشتوني وحشني ان انا انزل لكم فيديوهات ترى زي ما انا كنت متعوده معاكم، لاني ده شغلي اللي انا بحبه جدا. انا فعلا قطعت عن الشغل ده فتره، بس بصراحه زي ما بيقولوا فعلا يعني حاجه كده بتجري في دم الواحد. فربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي، واقدر اقدم لكم كل جديد ان شاء الله، واقدم لكم الافضل والافضل كل مره. اسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.